السلام عليكم، واش راكم؟ واش راه لكم هذا الفيديو بخير؟ جبت لكم واحد الوصفه بزاف بنينه فومي الفاي. تجي هايله، وصفه قديمه، تجي محشيه لداخل، تجي تقريبا كيما الميلفاي وبزاف بنينه. المقادير تاعها بسيطه والنتيجه كيما راكم تشوفوا فيها. صراحه الوصفه تاع اليوم هايله وما تتشبعش من البنه، صراحه تجي بزاف بنينه. هايليك الحبه تاعها كيفاش تجي، شوفوا. تجي فيها طليه تاع الشوكولا من الفوق وتجي لداخل محشيه بالكريمه، تجي زوج طبقات ومحشيه بالكريمه. تجي بزاف هايله وبنينه. اللي تحب تكتشف الوصفه تتبع الفيديو الاخر. صراحه وصفه بزاف هايله. شوفوا لهنايا انا جبت الطاس تاعي وندير فيه زوج حبات تاع البيض يكونوا كاملين ويكونوا شويه كبار، اكيد يكونوا بحراره الغرفه. ونضيف عليهم لهنايا نص كاس تاع السكر، سكر عادي حرش، ونضربهم كيف حتى يذوب هذاك السكر. عندي قرصه تاع الملح ولافاني ومغرف صغيره تاع بيكربونات، نزيد نخلطهم. عندي 4 مغارف تاع العسيله عادي اللي نشروهم برا، المغرف الكبيره تاع العشاء. نزيد نخلطهم كيف. وعندي 4 كاس تاع الزيت، زيدوا شويه فوق الربع، ما تلحقوش للنص تاع الزيت باش ما تجيش يابسه. تجي مبسه وما تجيش يابسه. صراحه كي ديروا فوق الربع شويه تجيكم هايله. نزيد نخلط الزيت مليح حتى يتجانس الخليط باش نبدا نضيف النواشف. شوفوا الخليط كيفاش يولي. دوكا نضيف الفارينه نغربلها ونلم العجينه تاعي، ما فيهاش الخميره حتى نتحصل على العجينه بهذا القوام. نقسمها على 2 كورات كي يكونوا متساويين كيف بهذا الشكل. ما تخلوهاش ترتاح، ثم بداو حلوها. انا حليتها على ورق الطاهي، لازم ضروري تشوفوا السمك تاعها ما يكونش خشين بزاف ويكون هكذا بهذا القوام هذا. دوكا انا ندي نطيبها، نديرها في سنيوه ندي نطيبها. اكيد ثقبوها. بالنسبه للكريمه عندي راح ندير الكريمه، ندير فيها 3 كيسان تاع الحليب وربع مغارف تاع المايزينا، المغرف الكبيره تاع العشاء. ونزيد 4 مغارف تاع السكر، سكر حرش عادي. نديهم فوق النار نخلطهم كيف نديهم فوق النار حتى يثقل الخليط. بعد نحيها نضيف لها مغرف صغيره تاع مارغرين ونضيف لها لافاني. شوفوا لهنا بعد اللي طيبت انا الورقات هذوك تاع الكاطو خليتهم حتى بردوا، ومن بعد جبت الطبقه الاولى ضفت عليها الكريمه. شوفوا طيب تاعها كيفاش يجي، شوفوا يجي هايل. ما تنسوش تقبوها وشوفوا طيبها كيفاش يجي. كما قلت لكم ديروا الكريمه تاعكم وليسيوها مليح، ومن بعد باش تضيفوا الطبقه الثانيه شوفوا وضغطوا عليها بهذا الشكل حتى تحكم في الكريمه ونخلوها تشد مليح في الكريمه. ومن بعد انا ذوبت شوكولا، بالنسبه للتزيين يبقى اختياري، ذوبت شوكولا سوداء ولا بالحليب كما حبيتوا وطليتها من الفوق ودرت لها خطوط عشوائيه بالشوكولا البيضاء وخليتها حتى ريحت. ومن بعد باش قسمتها مستطيلات بهذا الشكل. شوفوا تجي هايله صراحه. البنه تاعها وحدها بزاف بنينه. هاوليك شكلها كيفاش يجي. شوفوا يجوا كامل متحوفين ويجوا كيف. شوفوا كيفاش تجي لداخل طبقات، وشوفوا الطياب تاعها كيفاش يجي من تحت. شوفوا الطبقات يجوا متساويين صراحه مع الكريمه تجي هايله. وصفه تاع اليوم هايله ومقاديرها شتو ما فيهاش المقادير بزاف والحبات كاع يجوا كيف. شوفوا جربوها صراحه وصفه بزاف بنينه. دوكا انا نقسمها معاكم ونوريكم كيفاش تجي. شوفوا صدقوني غير خير من الميلفاي، تجي بزاف بنينه هايله وما تجيش حلوه بزاف صراحه. وصفه بزاف بنينه. جربوها وخلوا لي رايكم في التعليقات، وبقاو على خير. نشوفكم في فيديو واحد اخرى ان شاء الله. بقاو على خير.